الرحمن الرحيم. أعزائي أحباء المشاهدين والمتابعين، أولا شكرا للزميل سعود غانم وشكرا لضيفيك الكرام. نسخة الجزائري في سيناريو في آخر على التنفيذ، كرة بتلعب الأمام خطيرة لصالح المنتخب المغربي. أخطر كرات شوط المباراة الأول التي تحاول أن تكشر عن أنيابها أمام للمغربي أسود الأطراف محاربي الصحراء. كرة بتلعب الأمام، ولكن شوف الإنقاذ في الكرة الماضية. محاولة اقترب كثيرا المغربي، ولكن لم تكن التسديدة بالقوة اللازمة لأن تهز شباك المنتخب الجزائري. شوف الكرة الماضية، تسديدة اسماعيل بختي، ضاعت الكرة الماضية. أحماش يطالب اللاعبين بالاستيقاظ داخل منطقة الجزاء، بينما ركلة ركنية لأسود الأطلس، ركلة ركنية للمنتخب الجزائري. بينما شوف هنا التوجيهات تأتي من التونسي حكم اللقاء. بينما الكرة بتعود ركلة ركنية لصالح المنتخب المغربي. أيضا صافرة حكم اللقاء، صافرة حكم اللقاء. حكم اللقاء يحذر اللاعبين على أي التحام أو لمسة المنتخب الجزائري والمنتخب المغربي. حذاري من أن يتخذ القرارات الإدارية. خلاص تكلم مرة مرتين ثلاث، خلاص اللي بعدها قرار إداري. كرة بتلعب لصالح المنتخب المغربي، خطيرة. مزيان واعر، أنت فنان. رشيدي البديل الذي دخل في شوط المباراة الثاني هو من يسجل في مرمى المنتخب الجزائري. أطرس بعرضية يكشر عن أنيابها ليصل إلى مرمى الجزائري. 1-0. الأولى صفر الحكم، الثانية صفر، والثالثة في الشباك. المنتخب الجزائري 1-0. أسود الأطلس يتقدم بالنتيجة في أصعب وأهم لصالح المنتخب المغربي. إذا استمرت الأمور على هذا الشكل، الإنسو التونسي هو اللي راح يعرف يدير، هو عارف مع من سيتعامل. كرة بتلعب الأمام، خطيرة 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 الكرة الماطيرة. ضاعت ماضية. رزقي رمان مدرب المنتخب الجزائري. شوف هنا الإعادة للكرة، ركلة ركنية. وشوف الجماهير الجزائرية التي تتفاعل مع تقدم ومحاولات المنتخب الجزائري. تتغنى الجماهير الجزائرية وتمني الناس أن يصل إلى نتيجة التعادل. كرة بتلعب الأمام، محاولة بالرأس، ولكن طويلة 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 الكرة الماضية. فعادت الكرة من جديد إلى ضربة مرمى في مباراة اليمن، مثل ما صارت في المباراة اللي قبلها. لا زالت خطيرة، لا زالت خطيرة. وين الكرة الماضية؟ وين؟ وكان بالإمكان أفضل مما كان. شوف الكرة الماضية، أنا توف تعامل معها بشكل غريب. إن شاء الله سلامات للاعب الساقط على أرضية الميدان. بينما هنا الكرة الماضية شو اللي كان ناوي يسويه؟ أنا توف. شوف هنا تغطية في إبعاد الكرة. أنا توف الماضية حاول أن يستغلها المنتخب الجزائري، ولكن استعجل فيها. شو اللي كان؟ واللعيبة صغار في السن، لعيبة لا يمتلكون تلك الخبرة الكبيرة، لذلك ممكن تصعب الأمور على الجزائر وعلى المغربي. إلا إذا المغربي عنده كلام إنه راح يجيب. طولها عبد الحميد في الكرة الماضية. عادت لا زالت قائمة لصالح المنتخب المغربي. كرة بتلعب الأمام، ضاع الهدف الثاني على أيمن النائر. على أيمن النائر وعلى البعيد عن المتناول. لتعود الكرة إلى المنتخب المغربي، لتذهب الكرة باكي منظومة دفاعيا إلى ضربة مرمى. مبدأ المغربي أن أقاتل لأحافظ على نظافة ناجحة تحصد البطولات. هذه هي السياسة اللي ماشي عليها. كرة بتلعب خطيرة، أنا توف. كان بالإمكان أفضل مما كان، تأخر فيها زياد، ولكن لا زالت خطيرة. وين التسديدة؟ لماذا لم يسدد زياد؟ شوف الإعادة للكرة الماضية، كان بإمكان التسديد ولكن تأخر فاستلم في
محاولة لصالح المنتخب الجزائري، كرة بتلعب الأمام خطيرة. أناتوف 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 أناتوف، ولكن كان لا يجب. التغطية الدفاعية كانت حاضرة، التغطية الدفاعية من اسماعيل بختي لا زالت لصالح المنتخب الجزائري. يحاول لكن اسماعيل يبعد الكرة الماضية بطريقة رائعة لتعود الكرة لصالح المنتخب المغربي. هذه خطيرة، هذه خطيرة. ليش وكان بالإمكان أفضل مما كان يا رشيدي. معاذ بكيزان يحصل على رمية تماس. كرة بتلعب عرضية داخل منطقة الجزاء، ولكن التغطية حاضرة. كرة بتصل الأمام، محاولة إيجاد أناتوف يحاول الآن خطيرة. أناتوف في الكرة الماضية استغل الخطأ الدفاعي، ولكن ضاعت الكرة الماضية. أول فرص المنتخب الجزائري، أول أو أخطر فرص المنتخب الجزائري. شوف مسلم أناتوف في الكرة، أناتوف يلعب كرة خطيرة. ضاعت فلا زالت خطيرة. صاروخ يا صاروخ. الله 1 2 3 فيفا لاجري، 1 2 3 فيفا لاجري. إنه الدرس، إنه العقاب الذي يأتي في مرمى المنتخب المغربي. هدف صاروخ لا يصد ولا يرد، فيسأل المغرب على إضاعة الفرص، قلت لكم ستندمون على إضاعة الفرص. يا ساتر، لا يا ساتر على القتال، يا ساتر على الاستخلاص، يا ساتر على التسديدة، يا ساتر على الاحتفال وعلى الدموع وعلى الجنون. قلت لكم سيناريوهات كرة القدم لا تتكرر ولا تمل منها، وما تمل منها الجزائري.